السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نشوفوا محاولة سرقة طفلة على المباشر. الطفلة هي هذه صاحبة السروال الأحمر. شوفوا هذا الموتور مع كان غادي مع شافوا الدرية هما يوقفوا. شوف هادي اللي معاها يجي يتابعها. هادشي علاش كنوصي الناس اللي عندهم دراري صغار ما يخليهمش يخرجوا بوحدهم ولا يتسخروا بوحدهم ويخافوا عليهم. هي تبعاتها المحل، هي غتجي تدخل عندها وغادي تهضر معاها وتقول لها شوف واش تقول لها واش تمشي معايا ناخذ لك شي حاجه. هي غتجي تدخل عندها غتهضر معاها تقول لها واش خاصك شي حاجه تمشي معايا هنا. لولا لطف الله والتدخل البطولي لصاحبة المحل الدريه كانوا غادي يخطفوها. شوف واش يتاجروا فيها ولا يبيعوا الاعضاء ديالها، علم الله شنو كانوا غيديروا بها. هي صاحبة المحل حسات بأنه كاينة شي حاجة وغتبدا تسول فيها واش معاك واش كتعرفيها. هما كيتسناو فيها على برا غير تخرج يخطفوها. هي هنا كتسول فيها قالت لها واش معاك. هي حسات صاحبة المحل كاينة شي حاجة. صراحة صاحبة المحل امرأة بألف رجل ودارت واحد التدخل بطولي اللي غادي ينقذ الدرية من الاختطاف آخر ثانية. شوف على برا كيفاش كيتسناو فيها. هي غتجي تطلع عليهم لقاتهم واقفين، عرفات انهم ناويين باش يخطفوها. هنا غتبدا توصي فيها. عجباتني الصراحة هاد السيدة هادي، غادا تعتقها في اخر لحظة. شوف كيتسناو فيها غير تخرج يشدوها ويخطفوها. شوف واش يبيعوا لها الاعضاء واش يقتلوها يستغلوها في شي حاجة. هادشي علاش الناس اللي عندهم دراري صغار ما تخليهمش يخرجوا بوحدهم. هادي في الصين، كنظن انه في الصين. هنا كتوصي فيها. هي غتبقى حاضية معاهم، هي مع خرجاتها هما جايين لها. هنايا غتدخل التدخل البطولي ديالها في اخر لحظة. شوفوا شنو غادي دير. مع كانت غتشدها جات شدات لها من يدها، عرفوا انه عاقت بهم وما يزيدوا في حالاتهم.